بسبب أفكارنا المغلوطة عن صعوبة تربية الصبيان، وبسبب ظهور بعض وسائل الإعلام الفاسدة زي الفرعون الصغير والفرعون الكبير، وبسبب استهتار شبابنا وارتفاع نسبة الطلاق، فإحنا محتاجين نعرف إزاي نربي راجل، لأن التربية الصح بتبتدي من البداية الصح. وعشان نربي أطفال صبيان عارفين معنى الرجولة كويس، لازم نعمل الحاجات دي. لازم نعلمهم الاعتماد على نفسهم، ولازم نحملهم المسؤولية ونسند ليهم بعض الأعمال اللي يقدروا ينجزوها حسب عمرهم، ونشجعهم عليها لو أنجزوها. ونعلمهم إنهم يساعدونا في أعمال المنزل، وده مش عيب لأن هو فرد وجزء من البيت اللي كلنا عايشين فيه. ونديهم فرصة الاختيار، وبلاش نجبرهم على أي حاجة، بس نعرفهم إن الاختيار اللي انت اخترته ده ما ينفعش نبدله، أو ممكن نبدله بس بعد فترة. ونعلم دايما الطفل ازاي يعبر عن مشاعره، وازاي يقول ويحكي اللي جواه، وما يكتمش اي غضب جواه علشان ما يتعرضش للاكتئاب. ولو عاوز يبكي يبكي ويعيط، وده مش هيقلل من رجولته في شيء. ونحكي لأطفالنا قصص كتير عن الفرق ما بين الولد والبنت والاحترام المتبادل بينهم. وعلى قد ما نقدر ندي وقت أكبر لطفلنا نلعب معاه ونحضنه، لأن ده هيقلل كتير من أي مشاعر سلبية ممكن يحس بيها. وبلاش نعامل أطفالنا البنات بطريقة مختلفة عن الولاد، لأن ده هيعمل فجوة بينهم. وبلاش نضرب ولادنا ولا نشتمهم، لأنهم هيتعودوا على الإهانة من صغرهم. واعرفوا إن الشدة والترهيب مش هي دايما اللي بتربي الراجل.